مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير، واستكمالا لابطالنا الحلوين اللي جايبين نتائج مبهره ونتائج حقيقيه على ارض الواقع. نورتيني يا امرايا ربنا يخليكي. حبيبه قلبي. ربنا يبارك في عايزه اقول لكم ان هي ابتدت معانا 104 35 جرام، احنا النهارده 97. ابتدت الدهون العامه 47، النهارده 43 و800 جرام. الدهون الحشويه كانت 15 ونص، احنا النهارده 12 ونص. الكلام ده في قد ايه؟ في 7 اسابيع، ما شاء الله عليكي. قولي لي بقى، فرقت معاكي التغذيه في ايه؟ فرقت معايا جامد، يعني بقى عندي ثقة فظيعة وحاسة بخفة وكل حاجة أحلى طبعا. الحمد لله. فرقت معاكي في اللبس؟ هي طبعا ما شاء الله بتاخد جلسات ميزوثيرابي لان هي كانت جايه عندها مشكله، هي هتقول لنا عليها. فرقت من أول مرة، من الحمد أول لله. جلسة بجد. في حاجات أنا أصلا كنت بطلت ألبسها الحمد من لله. زمان ورجعت ألبسها وبسهولة جدا وأحلى من الأول كمان. الحمد لله. هي غيرت مقاسين، بدت الشغل بتاعتها غيرت فيها مقاسين ما شاء الله. قولي لي، كانت عندك مشكله؟ انت جايه لنا بالجزء السفلي ما كانش بيخس خالص، منطقه خالص. الرجلين ما كانتش بتخس مهما خالص. اعمل دايت، مهما اعمل اي حاجه، ما كانش فيه اي نتيجه. بخس بس مش في المكان اللي انا عايزه اخس فيه. هي زهراء انا مطلعاها النهارده، هي غير ان هي عامله نتيجه حلوه قوي في التغذيه. هي كانت بتشتكي من مكان معين، واحنا طالعين نقول يا جماعه لو عندك شكوى من مكان معين دي مش نهايه العالم. حلوا جلسات الميزوثيرابي اللي هي نحت القوام، الاماكن الدهون العنيده بنشتغل عليها، بتلاقي فرقه من اول سيشن الحمد لله. هي كان عندها سلوليت، عندها نسبه ترهل عاليه جدا، ما شاء الله تبارك الله اختلفت تماما جدا. الحمد لله. واصلا فارق الموضوع، يعني مش مثلا بيخس ويبقى الشكل وحش، لا خالص. الحمد لله، برسمه. مشدود الحمد لله. الشكل حلو جدا. الحمد لله. البدله دلوقتي بقى عندك ثقه بنفسك جدا. هي كانت قالت لي جمله واحنا بناخد الجلسه دلوقتي، قالت لي انا كنت بتكسف من رجلي. بجد صح؟ كانت عامله لي عقده، بتكسف اتحرك، بتكسف من اي حاجه. في حاجات كتير عايزه البسها، لا الموضوع اختلف تماما. الحمد لله. الحمد في لله. ثقه والموضوع بقى احسن بكتير. الحمد لله. يا جماعه لو عندك اماكن موضعيه مضايقاك، اي مكان مضايقك، الجلسات الميزوثيرابي بتجيب نتائج، بس طبعا تعملها في المكان الصح، لان هي جربت جلسات الميزوثيرابي طبعاً قبل كده. جربتها، ايوه، وما كانش في اي نتيجه خالص. من اول جلسه مع دكتوره جيسي، لا الموضوع اختلف تماما. انا كل مره المقاس بيختلف عن المره اللي قبل. الحمد لله. هو دايما ده اللي احنا بنقوله لحالاتنا، ابتدي في المكان الصح، خد الجلسه الصح مع الشخص الصح، مع الدكتور هو اللي يديها لك، لانه الدكتور لما بيديك الجلسه هو بيبقى عارف اماكن تجمع الدهون وبينحتك فعلا. فهو ده الحمد لله اللي احنا بنعمله. جلساتنا بتفرق من اول سيشن، بتلاقي البيشنت فرق الحمد لله في المقاس بتاعها ما شاء الله. هي غيرت مقاسات في البدله بتاعتها، جايه لي النهارده ما شاء الله الشميز جوه البنطلون، فده ثقه اكتر. انا مبسوطه بيها ومنبهره بيها، والنهارده طلعتها عشان هي فعلا كان عندها مشكله في الجزء السفلي وكان ده عامل لها ارق، فقلت النهارده اطلعها وادي دعم لكل الناس اللي عندها مشاكل في اماكن معينه. لا الموضوع منتهي ومن اول سيشن وهتلاقي فرق. فما تحبسش نفسك جوه هدومك وجوه حالتك النفسيه، لا كل حاجه دلوقتي الحمد لله وليها الحل. فالحل الحمد لله متاح دلوقتي، وتقدر ان انت تغير نفسك، وتقدر ان انت تغير من اول سيشن وتلبس اللي انت نفسك فيه. غير طبعا ما شاء الله احنا ماشيين تغذيه 100%. هي فرقت جدا جدا، فرقت في حياتها الصحيه، فرقت في الخفيه، فرقت في النشاط بتاعها. الحمد لله احنا ماشيين تغذيه 100%، وده الدعم الحقيقي الحمد لله اللي احنا بنوصله لكل الناس وكل حالاتنا على ارض الواقع. دايما عايزاكم تفكروا في نفسكم وما تحبسوش نفسكم جوه حاجات انتم متضايقين منها، ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. وشكرا.